تخيل معايا ان جزمة قديمة ممكن توديك في داهية وتلبسك قضية سرقة وانت اصلا غلبان ومش فاهم حاجة. ده بالظبط اللي حصل مع ستانلي. القصة كلها بدأت لما ستانلي وهو راجع من المدرسة لقى جزمة رياضية نظيفة جدا وقعت قدامه من فوق كوبري. بص حواليه ما لقاش حد، فقال لنفسه دي رزقة جاية لحد عندي، فاخدها وجري على البيت وهو مبسوط، وما كانش يعرف ان الجزمة دي هتقلب حياته كلها. بس قبل ما نوصل للقطة دي لازم نرجع شوية لورا. عيلة ستانلي اصلا كانت عيلة غريبة ومش مظبوطة، وابوه وجده طول عمرهم بيحاولوا يخترعوا حاجة تشيل ريحة الجزم المقرفة. البيت كله كان عامل زي معمل تجارب، بس بريحة رجلين تخنق اي حد. ستانلي دخل البيت بالجزمة اللي لقاها، وفجأة لقى البوليس واقف على بابه. طلعت ان الجزمة دي بتاعت لاعب بيسبول مشهور، وكانت مسروقة من جمعية خيرية. ستانلي اتصدم وفضل يحلف انه لقاها ومالوش دعوة بالسرقة، بس ما حدش صدقه. القاضي بصله وقال له قدامك حل من اتنين، يا اما الاحداث يا اما تروح معسكر اصلاحي اسمه بحيرة خضراء. ستانلي كان فاكر ان بحيرة يعني فسحة وتغيير جو، فوافق من غير ما يفهم انه رايح على جهنم بنفسه. اول ما وصل المعسكر اكتشف ان مفيش بحيرة اصلا، المكان كله صحراء، شمس مولعة ورمل في كل حتة، والعيال هناك بيحفروا في الارض طول اليوم. نائب المدير اللي اسمه مستر سير استقبله بطريقة تخوف ووراه المكان، وقعد يقول له ان هنا مفيش هزار، وان كل واحد لازم يحفر حفرة طول وعرض وعمق محددين كل يوم، ولو خلص بدري يرتاح، ولو حاول يهرب الصحراء هتبلعه. وقال له كمان وهو بيهدده ان في سحالي صفرة لو عضتك مش بتموتك على طول، لا بتخليك كأنك ميت اصلا. ستانلي خاف ودخل الخيمة، لقى شوية عيال كل واحد ليه اسم غريب وحالة غريبة اكتر من التانية. واول ما سأل عن واحد فيهم لقاه ماسكه من رقبته وبيقول له ان هنا مفيش اسماء حقيقية، هنا كله وحوش. ومن اول يوم ستانلي حس ان الموضوع مش مجرد عقاب وخلاص، لا في سر كبير متخبي تحت الرمل. وهو بيحفر لقى حاجة شكلها غريب شبه حفرية سمكة، افتكر انه لو لقى حاجة ليها قيمة ممكن ياخد راحة من الحفر يوم كامل، فجري على المشرف وقال له انه لقى كنز. المشرف بص للحاجة باستهزاء ورماها له وقال له دي مجرد حجر، يلا كمل شغلك. هنا ستانلي بدأ يفهم انهم مش بيدوروا على اي حفرية وخلاص، لا في حاجة تانية مدفونة تحت الارض والكل بيدور عليها. وفي وسط كل ده ظهر زيرو. زيرو ده كان اهدى واحد في المكان ومحدش كان واخد باله منه، لكن ستانلي لاحظ انه اسرع واحد في الحفر. زيرو قرب منه وقال له انه مش بيعرف يقرا ولا يكتب، ولو ستانلي علمه هو هيساعده ويحفر نص حفرة كل يوم. ستانلي وافق، ومن هنا بدأت اغرب صحوبية ممكن تحصل. وبعد كده ستانلي لقى انبوبة دهب صغيرة عليها حرفين كي بي. المرة دي ما راحش يسلمها للمشرف، لكن العيال التانية خدوها منه بالعافية وطلعوا بيها للمديرة علشان يكسبوا رضاها. والمديرة دي كانت ست مرعبة فعلا. اول ما شافت الانبوبة فهمت انهم قربوا يوصلوا للي هي عاوزاه من سنين. اتضح ساعتها ان المعسكر كله مجرد غطاء، وان المديرة مش بتعاقب العيال، لا هي عاملة المعسكر ده كله علشان تخليهم يحفروا لها عن كنز مدفون من زمان. وبقت تتجنن وتراقب كل حاجة بنفسها وتضرب اي حد يقصر، لدرجة ان المكان كله بقى تحت حكمها. وسط الحكاية دي ستانلي افتكر حكاية جده عن كاترين البواسة، وهي حرامية مشهورة كانت عايشة من سنين، ويقال انها دفنت كنز ضخم في المكان ده قبل ما البحيرة تنشف. المشكلة الكبيرة حصلت لما المديرة اكتشفت ان زيرو بيساعد ستانلي. قامت هزقت زيرو قدام الكل وقالت له انه ولا حاجة وانه مجرد واحد غبي. ساعتها زيرو انفجر وخطف الفاس وضرب المشرف في وشه، وبعدها جري ناحية الصحراء. ستانلي اتخض وصاحبه الوحيد راح يضيع في الصحراء من غير مية ولا اكل، والسحالي الصفرا في كل حتة. وهنا ستانلي عمل اغبى واشجع قرار في نفس الوقت، وهو انه جري وراه علشان ينقذه. خد العربية بتاعت المعسكر وطار بيها في الصحراء، لكن العربية غرزت واتقلبت، فاضطر يكمل على رجليه تحت الشمس اللي كانت بتضرب دماغه. فضل يمشي لحد ما لقى زيرو مستخبي تحت مركبة قديمة غرقانة في الرمل. زيرو كان خلاص مرهق ومش قادر يكمل وعايش على عصير خوخ قديم لقاه هناك. ستانلي قال له انهم لازم يطلعوا الجبل اللي قدامهم لانه شايفه كانه صباع ايد مرفوعه لفوق. زيرو حاول يقوم لكن وقع، فساعتها ستانلي شاله على ظهره وطلع بالجبل. اول ما وصلوا فوق لقوا ميه طالعه من الارض وبصل اخضر مزروع. المكان كله بقى كانه واحه، اكلوا وشربوا. وهناك زيرو اعترف لستانلي بالحقيقه وقال له انه هو اللي سرق الجزمه في الاول وانه هو السبب في كل اللي حصل. ستانلي اتصدم، بس بدل ما يكره زيرو حس ان اللعنه اللي كانت في عيلته بدات تتفك، خصوصا انه اكتشف ان جده زمان هرب من نفس المكان ده. وبعد ما استردوا قوتهم قرروا يرجعوا للمعسكر تاني علشان يلاقوا الكنز. نزلوا بالليل خلسه وبداوا يحفروا في نفس الحفره اللي لقى فيها ستانلي الانبوبه، وفجاه الفاس خبطت في حاجه صلبه، طلع صندوق
صندوق حديد قديم وتقيل جدا. لكن قبل ما يفرحوا نور الكشافات ضرب في وشهم. المديرة كانت واقفة فوق راسهم ومعاها مستر سير والرجالة وعينيها فيها شر ما يتوصفش. قالت لهم انها كانت عارفة انهم هيوصلوا لهنا وانهم وفروا عليها شغل كتير وعاوزة الصندوق فورا. لكن قبل ما حد يتحرك الحفرة اتملت سحالي صفرة بشكل مرعب وفضلت تزحف على العيال والصندوق. المديرة فضلت واقفة خايفة تقرب ومستنية السحالي تخلص عليهم علشان تاخد الصندوق وترمي جثثهم وخلاص. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا. السحالي كانت لازقة عليهم لكن مش بتعضهم، كأن الريحة اللي جواهم مش عاجباها. وفي اللحظة دي البوليس والمحامية بتاعت ستانلي دخلوا المعسكر فجأة. المحامية جت وقالت للمديرة ان عندها امر قضائي باخلاء سبيل ستانلي فورا. المديرة حاولت تلاعبها وقالت ان العيال دول سرقوا الصندوق من مكتبها، لكن زيرو رفع الصندوق وقال لهم ان ده كذب وان اسم ستانلي عليه من زمان. ساعتها الحقيقة كلها اتكشفت واتضح ان الصندوق ده ملك العيلة ستانلي من اكتر من 100 سنة. البوليس قبض على المديرة وكل اللي معاها واتكشف ان المعسكر كله كان مجرد ستار علشان تدور على كنز كاترين البواسة. اما ستانلي فرفض يمشي من غير زيرو، وبالفعل المحامية قدرت تطلعه هو كمان، خصوصا بعد ما اكتشفوا ان سجله اتحذف وان المديرة كانت عاملاه كأنه مش موجود اصلا. لما فتحوا الصندوق في البيت لقوا جواه اوراق ملكية ومجوهرات وكنوز تساوي ملايين. ستانلي وزع الفلوس بالنص مع زيرو، وابوه اخيرا قدر ينجح في اختراع يشيل ريحة الجزم فعلا وبقى غني ومشهور. وكده اللعنة اللي كانت ماسكة في العيلة من سنين انتهت. وفي الاخر ستانلي خرج من كل ده مش بس بريء، لكن كمان لقى صاحبه الحقيقي ولقى نفسه، ولقى ان اسوأ مصيبة في حياته كانت هي نفسها اللي فتحت له باب الخير كله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وافكرك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاة والسلام في التعليقات. واشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.